مرحباً، أنا الدكتورة نور الأمل، أخصائية في علاج السرطان. اليوم سأتحدث إليكم عن طرق إعطاء العلاج الكيميائي، وهو الموضوع الذي تخاف منه أغلب النساء. كثير من المريضات يعتقدن أن العلاج الكيميائي أمر فظيع وصعب جداً، لكنني أؤكد لك، إذا استمعت إلى هذا الفيديو حتى النهاية ستشعرين بالاطمئنان، وكل شيء سيمر على خير بإذن الله. لا يجب أن تستمعي إلى تجارب النساء الأخريات اللواتي تلقين العلاج الكيميائي، ولا تقارني نفسك بهن، فكل امرأة لديها جسم مختلف ومرض مختلف وطريقة استجابة مختلفة. ما يصلح لغيرك قد لا ينطبق عليك. في أول زيارة لك بعد العملية الجراحية سيبدأ طبيب الأورام بسؤالك: ماذا فهمت عن حالتك؟ وماذا قال لك الآخرون؟ هذا يساعده على تصحيح أي مفاهيم خاطئة وشرح مرحلة المرض بشكل مبسط وواضح. ثم يقوم الطبيب بمراجعة أوراقك الطبية وإجراء فحص بدني، وقد يطلب بعض التحاليل أو الصور الإضافية للتأكد من جميع التفاصيل قبل البدء في العلاج. إذا تأكد الطبيب أن المرض في مرحلة موضعية، أي أنه لا يزال في مكانه ولم ينتشر، سيقترح غالباً علاجاً إضافياً بعد الجراحة، وهو ما نسميه العلاج الكيميائي المساعد. وهنا توجد 3 إمكانيات. الإمكانية الأولى: علاج كيميائي لمدة 3 أشهر فقط، مع دواء موجه خاص إذا كان نوع الورم يحتوي على بروتين مفرط. هذا الدواء يعطى لمدة سنة كاملة، ويهدف إلى منع عودة المرض. الإمكانية الثانية: علاج لمدة 6 أشهر على مرحلتين. المرحلة الأولى: علاج يعطى كل 3 أسابيع لمدة 3 أشهر. المرحلة الثانية: علاج آخر يعطى إما كل 3 أسابيع أو كل أسبوع لمدة 3 أشهر إضافية. الإمكانية الثالثة: علاج مكثف، بحيث تقصر الفترات بين الجرعات، ويضاف دواء آخر لتحسين الفعالية. بالنسبة لطريقة إعطاء العلاج، فغالباً ما تزرع للمريضة غرفة صغيرة تحت الجلد تسمى شامبر إمبلانتابل لتسهيل إعطاء العلاج من دون الحاجة لوخز الوريد في كل مرة. وإذا لم ترغبي بها، يمكن إعطاء العلاج عبر الوريد مباشرة. مدة الجلسة تكون بين ساعة وساعتين حسب نوع الأدوية، مع إعطاء أدوية مسبقة لتخفيف الأعراض الجانبية. من الأعراض التي قد تظهر: الغثيان أو القيء، تساقط الشعر، التعب، ضعف المناعة، تقرحات الفم، فقدان الشهية. لكن لا تقلقي، فهذه الأعراض تختلف من مريضة لأخرى، وغالباً يمكن السيطرة عليها بسهولة. قبل كل جلسة علاج ستقومين بتحليل دم بسيط قبل الموعد بيومين للتأكد من أن الجسم مستعد لتلقي الجرعة. وعند الانتهاء من العلاج سيقرر الطبيب إذا كنت بحاجة إلى علاج عبر الفم، أو جلسات بالأشعة، أو الاستمرار بالعلاج الموجه، أو مزيج من هذه الخيارات. والخبر الجميل أن هذه العلاجات اللاحقة غالباً ما تكون أخف وأسهل من العلاج الكيميائي، وبعدها يمكنك العودة إلى حياتك اليومية بشكل طبيعي. المتابعة مع طبيبك ستستمر لمدة 5 سنوات أو أكثر إن شاء الله، وسأتحدث عن هذه المرحلة بالتفصيل في فيديو آخر قريباً. وفي الختام، أرجو منكم مشاركة هذا الفيديو لتشجيع النساء على الكشف المبكر، لأن ذلك ينقذ الأرواح. ولا تنسوا